اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. انا قلت لكم ده هجاص، واحد هجاص مريض نفسي تعبان نفسيا، واحد مش طبيعي دايما بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، هو منبع للتعصب وفتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلامه، طبعا ان هو منتهى التعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في النادي المصري. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هجاص طبعا هو بميت وش بيتراوم، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في ثلاث هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفوا معايا كده. اهو اول ماتش جاب جول اهو، فين؟ جولين. عوض الجول الماتش الاولاني بجول وادي احسبه لا 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 على لا ماتش لا. على ماتشين يا جولين. راجل انتوا لعبتوا حد؟ 2 جول و2 اسيست. انتوا لعبتوا حد؟ انتوا لسه ما هو لعبتوش لاعب حد. حد؟ انتوا لو لعبتوا انت بيراميدز لا، ولا ما كل المصري ما ولا تخلينيش أتكلم يا الزمالك. كابتن. يعني والله هجوس، انا عارف الاهلي عامل لك مرض نفسي وهيفضل عامل لك مرض نفسي وهيفضل وجعك ومضايقك على طول وعامل لك مرض نفسي. طبعا هو طلع هم دايما على طول كعادتهم على طول المرض النفسي والتعب النفسي اللي عندهم، دايما بيقولوا كده حجتهم على طول من زمان اللي هو التعب النفسي والاهلي عامل له مرض نفسي. طلع بيقول هو بيساله بيقول له الاهلي عامل يعني زيزو عامل اسيستين في ماتش وعامل هدفين في ماتش. يقول لك هو الاهلي لاعب حد؟ ما دي حجتهم. الاهلي لو لاعب اي فريق يقول عليه فريق ضعيف، لكن اي حاجه تانية يقول لك عليه فريق قوي، لكن يقول لك ده فريق ضعيف ليه؟ عشان الاهلي كسب، بس يقول لك عليه فرق اللعيبه كانت ضعيفه. لكن يقول لك لو لعبتوا بيراميدز ومش عارف بيراميدز يعني، ما احنا كسبنا بيراميدز وكسبنا الزمالك وكسبنا فرق كتير. ولو كنا، وعلى فكره عاوز اقول لكم حاجه يا جماعه، لو كسبنا بيراميدز برضه هيقول لك دي جت كده. هو هجاص يا جماعه، هجاص والاهلي مجننه يعني بجد، مجننه بجد، مرض نفسي غير طبيعي. وهيفضل شغله وعامل له عقده نفسيه دايما على طول. الاهلي عامل للهجاص عقده نفسيه ومرض نفسي. وشغل دماغه طبعا طبعا بالاهلي، وده شغل دماغه بزيزو، وده شغل دماغه مع عاشور. لازم مجننه في كل حاجه بجد يعني. فطبعا هجاص طبعا هو قلت لكم ده هو بيحب يسير الجدل بكلامه وتضع صفتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للاهلي